شكرا السيد الوزير، لكنني أقول بلسان المغاربة جميعا أن هذا أولا لا يكفي، وثانيا أنه يندرج في إطار مفارقة عجيبة في الوقت الذي ندافع بطريقة محتشمة على مقدساتنا وأوقافنا كمغاربة وكمسلمين. وهذه السادة النواب بعض الوثائق التي صدرت عن أوقاف المغاربة بالقدس، أملاك المغاربة في فلسطين، أوقاف المغاربة في القدس، الوجود المغربي في القدس الشريف، وهو غيض من فيض. في الوقت الذي ندافع بهذه الطريقة المحتشمة المرتبكة ضعيفة التنسيق الهزيلة المردودية، بالمقابل الصهاينة يقلبون الآية، يهاجمون العالم الإسلامي والعالم كله ويطالبون بالتعويض ويطالبون بالاسترداد. وهناك عملية استرداد محمومة لأراضي بزعم أنها حق اليهود الذين غادروا إلى فلسطين. من الذي غادر بهم إلى فلسطين؟ كيف يكافئون على اغتصاب فلسطين باسترداد ما زعموا أنه لهم؟ وفي المغرب هناك معاملة تفضيلية لهم، وقد استردوا ما لهم وما ليس لهم من أراضي وما زعموا أنه أضرحة وقطع أرضية فلاحية وقبور وغيرها. فنحن نطالب على الأقل بما نستطيع أن نفعل، وهو لا نكافئهم على ما احتلوه هناك بأن نرد لهم وزيادة وبمعاملة غير عادية، وكأنهم رؤساء دول عندما يستقبلون في مطاراتنا وعندما يعاملون من مسؤولين بتوصيات أحيانا من جهات معروفة. ولهذا نطالب السيد الوزير أن الأمر يبدأ هنا، نصرة فلسطين تبدأ هنا، محاربة التطبيع، مكافحة التطبيع، مواجهة التسلل الثقافي والإعلامي، الهزيمة النفسية التي يراد لنا أن نضرب بها في عقر دارنا، مكافحة كل أشكال التعامل التجاري والاقتصادي مع العدو. العدو لحد الآن للأسف عنده مصداقية فيما ينشره على مواقعه الإلكترونية الحكومية وما ينشره في منشوراته الوزارية من تبادل تجاري مع المغرب، لا يقوم المغرب بإنكاره، ولم نتعود من الصهيونية على سوءها أن تكذب أو أن تزايد في مثل هذه الأمور. نطالب بوقف التطبيع، نطالب بوقف عملية الكرم الزائد مع اليهود العائدين من فلسطين بزعم أنهم مغاربة يستردون. وآنذاك يمكن أن نتكلم عن نوع من التنسيق مع منظمات دولية، منظمات عربية إسلامية، مع إخواننا الفلسطينيين، مع الأوقاف الأردنية، من أجل استرداد ما وقعه محمد الخامس رحمه الله بيديه عندما استقبل ناظري الوقف المغربيين سنة 1956 واستجاب كريما لطلبهما بأن ترجع وصاية الدولة المغربية للأوقاف المغربية، ووقع ظاهر شريف بموجبه تم إعادة الإشراف. وكان اسم هذين الناظرين، المتولي الأول كان اسمه فيجيجي والثاني كان اسمه السوسي. ما زال المغاربة منذ زمن صلاح الدين الأيوبي يحتفظون بأسمائهم وأسماء قبائلهم وألقابهم وهم معروفون هناك. وشكرا. شكرا.